السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي وصحة جيدة وأحوال طيبة. مرحبا بكم في قناتكم قناة لبنى ماهر على فيديو جديد وكوموند جديدة. فيديو نهار اليوم إن شاء الله عبارة على هذه الحلوة هذه أو لاير كيك بطريقة جد مبسطة، حرقنا فيه كاع المراحل اللي غادي تجي سهلة بزاف للمبتدئات وبسيطة بدون كثرة المراحل، وكذلك بدون كريمة زبدة، بدون طبقة مقرمشة كيف ما بغاتها الكليانة. فكنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم، حتى مبتدئات لاول مره غادي يجربوا الحلويات بالكريمه فغادي تنجح معكم وسهله في التحضير ديالها. كنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيو به العائله والاصدقاء باش تعمل فائده وباش تشجعوني وتحفزوني انني نعطي دائما المزيد والمزيد. مع واحد الكريمه اللي غادي نديروا ليها من الفوق او هاد الشوكولاته اللي من الفوق مزيج مع واحد الخليط تاني اللي كتجي ناشفه وفي نفس الوقت في الماكله ديالها معلكه وكتجي رائعه ولذيذه بزاف. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وغندوزو مباشره المقادير وطريقه تحضير فرجه ممتعه. اول حاجه هنايا غادي نحتاج انا كريمه سائله، ممكن ديروا كريمه بودره او كريم شونتي بودره مع الحليب بارد او تخدموا بالكريمه السائله. انا غنحتاج او غنستعمل هذا النوع هذا البنات كنتو سولتوني عليه، هذا كانت رسلاتو هي صديقه ديالي من طاليان. هذا ديال المحل ديال إيبرتوزانو. الثمن ديالها صراحه مناسب جدا وزوينه في الخدمه ديالها، فقط هي شويه محلواش بزاف، فصراحه زوينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحلاوه. يزيد واحد شويه ديال السكر كلاصي. هنا من بعد ما ضربتها كامله كيف ما كتشوفوا معايا هي كتكون شويه ناشفه، يعني كتكون واقفه ما كتكونش سايحه. الخدمه ديالها سهله صراحه ما كتعذبناش في الخدمه. هنا هذا الخليط انا غنقسمه وغنقص هكا واحد الكميه اللي غادي ندير فيها البودره ديال الكاكاو، والكميه الثانيه غادي نخليها هكاك. الاغلبيه غادي نخدم بها هكا، وفوق ما احتاجيت غادي نعاود نزيد. هنايا كندير كيف ما كتشوفوا معايا البودره ديال الكاكاو، فكنخلط على حساب يعني الطلب. فهاد الكريمه بالذات اللي بغات البنت، هنايا غادي تشوفوا معايا انني كنضيف وكنخلط حتى غادي نحصل على اللون المناسب. هنا ممكن انكم تضيفوا كميه ديال النوتيلا، ممكن انكم تضيفوا الكريمه ديال اولا زبده اللوتيس تخلطوا وتعطيكم واحد اللون زوين. هنا البنت كانت بغات البودره ديال الكاكاو اولا هكايا مزيج ما بين الكريم شونتي وشويه ديال الشوكولاته كيف ما كتشوفوا معايا. حيت سبق لي وخدمت واحد الحلوه من هذا النوع ما كنت صورتها معاكم وعجباتها وبغات في حالها، هذا ما كان، فغيرت فقط شويه في التزيين والكريمه اللي من الفوق اولا هذيك الكاناج اللي درت من الفوق. هنا عندي السكر سنيده وهنايا ضفت عليه الحليب. هنا ضفت واحد شويه ديال الكميه ديال السكر زايد لان عندي الكريمه شويه محلوش بزاف، وكذلك حتى الجينواز ما حلوش بزاف. هذا الجينواز البنات اللي هو جاهز، ممكن توجدوا الجينواز في البيت ديالكم، لكم الاختيار. سبق لي وشاركته معكم في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، كيجي ناجح 100%. هنا عندي هذا الجينواز هذا اللي كبير، غادي نقطع منه واحد 5 ديال طبقات. هنا غادي نخدمهم غير بزوج ديال كيف ما كتشوفوا معايا راه كبيره البنات، كبيره قريبه 40 سنتيم على تقريبا 28. شوفوا معايا هنا 28 على 38. صراحه يعني زوينه كبيره بزاف. وهذا الجينواز هذا ساهل موجود يعني، وحتى الثمن ديالو مناسب بالنسبه لإيبرتوزانو، راها موجوده هاد الجينواز هذه. واهم حاجه هو انكم تخليوها هكا تشرب مزيان، والحلوه من الاحسن الا بغيتو تقادوها وتجي هاد الجينواز بنينه وزوينه، كتجي ممتازه تسقى مزيان وتبقى في الثلاجه. تمونطيوها وتبقى في الثلاجه واحد المده ديال يومين اولا حتى 3 ايام، ما تخافوش منها. ويبقى الفينيسيون اولا الدريساج ديال الحلوه هو الاخر في اخر نهار اولا نهار قبل، لكم الاختيار. هنا كيف ما كتشوفوا معايا راه غادي نقطع هاد الجينواز، غنقطع تقريبا واحد 5 ديال الطبقات، لان كيف ما شفتوا معايا الجينواز راه ما غليظاش بزاف، ما عالياش يعني ما عالياش. فهنايا جبت هذاك الحليب اللي درت فيه السكر ثاني حتى كيذوب لينا داك السكر مزيان وكيتحلى هذاك الحليب. ممكن انكم تسقيو بعصير اولا
السيرو ديال اللي كيكون فيه الفواكه المعلبه. هنايا كناخذ هذا الاطار وكنجي ناخذ هذيك الكريمه اللي درت فيها البودره ديال الكاكاو. كنسقي اول حبه ديال الجينواز، كندير واحد شويه ديال الكريمه من التحت باش كتلصق هكا في داك الاطار. وهنايا درت شويه ديال النوتيلا فوق هذيك الكريمه، وغنعاود ندير طبقه ثانيه من الجينواز كنسقيها مزيان. انا هنا كنسرع شويه لا فيديو باش ما يجيكمش طويل. وهنايا درت شويه ديال الكريمه ديال شونتي من الجناب على هذا الشكل هذا، ودرت الكريمه الثانيه في الوسط. وهنايا درت غبرت واحد شويه بالبودره ديال الكاكاو. كندير تالي الطبقه ديال الجينواز وكنسقيها مزيان. ركزوا على انكم تسقيوها مزيان، يعني ماشي تفوتوا فيها، تسقيوها اكثر من القياس ولكن تسقى ما تبقاش ناشفه. وهنايا بهذه الطريقه كذلك كندير الكريم شونتي في الجناب وهذيك الكريمه بالشوكولاته في الوسط، وضفت هنايا النوتيلا. لقيت الكاميرا ما كتصورش ليا حتى لقيت حطيت، مهم راني وريتكم ولا فيديو شارح نفسه. وهنايا ما عنديش انا داك الاطار اللي عالي بزاف، هنايا كنحاول نعلي باش يجيوني طبقات مقادين والكريمه كذلك. كنبقى بهذه الطريقه هذه. ممكن ديروا اللي بغيتوا، ديروا النوغا اولا ديروا اي طبقه مقرمشه في الوسط، ديروا كذلك الكريمه ديال الزبده ولا ديروا اي نوع ديال الكريمه كيعجبكم. انا درتها بالطريقه اللي هي جد مبسطه وكيف ما طلباتها الكليانه. كنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيو بين العائله والاصدقاء وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. هكا المبتدئات راه حلوه اللي هي جد سهله. كيف ما قلت لكم بالنسبه للجينواز غنخليها لكم في صندوق الوصف عفوا، والثمن كذلك ديال هذه الحلوه باش خرجها غنخليه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله كيف العاده. هنا كنحاول نملسها مزيان من الفوق، فكيف ما كتشوفوا معايا هنايا كنحاول انني نغطيها كامله ونليسيها مزيان بهذيك الكريمه نفسها اللي درنا فيها البودره ديال الكاكاو حتى كنقادوها. وغادي ندخلها للثلاجه، انا غنخليها ليله كامله حتى الصباح حتى تنشف مزيان. وهنايا الكريمه اللي بقات ليا زدت عليها شويه ديال البودره ديال الكاكاو، كيف ما كتشوفوا اللون زايد غامق ثاني زدت عليها. وغندير واحد الكوش من الفوق، لان هاد الكوش الثانيه الصراحه كتجينا سهله في الخدمه ديالها، لان الاولى ديجا كتلقاوها ناشفه، وبخصوص هاد الكريمه هذه كتكون ناشفه وكتسهل عليكم الخدمه. كيف ما كتشوفوا معايا انا حتى الادوات يعني ما عنديش اللي غادي نخدم بهم مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاولوا نليسيو ليها هكا الوجه ديالها ومن الفوق. فمن بعد ما كتكون نشفات هذيك الكريمه كتجينا سهله اننا ندوزو هاد الكوش الثانيه. صافي غادي نخليها على هذا الشكل هذا. من بعد ما كنقادها غندخلها للثلاجه وغادي نخليها تبرد، وغنبدا نوجد هاد الصلصه هذه اللي كنديروا من الفوق اولا كنديروا بها هذوك الدميعات والوجه الفوقاني. انا هنا عندي النوتيلا اللي خديت منها واحد الكميه، وعندي الكريمه اولا الزبده ديال لوتيس اولا ديال سبيكيلوس، هذاك النوع البنات انا ولا ديك قريعه كناخذها من ليدل. هنايا كنخلطهم مزيان. انا هذيك الزبده ديال لوتيس سيحتها في حمام مريم، هكاك القريعه درتها في حمام مريم وخليتها كتسيح مزيان. كنحصلوا على واحد القوام على هذا الشكل هذا. كنديروا في واحد الجيب الحلواني وغنقطع عليها الرويس من القدام شويه، القياس اللي غادي يخرج لينا هذوك الدميعات يعني هكا في الحجم ديالهم متوسط. ومع النوتيلا كذلك كيف ما غتشوفوا معايا هنايا خديت شويه ديال الكريمه اللي بقات ليا، غادي نفيني هاد الجنيبات هادو باش يضرقوا لينا الا كاين شي عيب من التحت ولا شي حاجه. وهنا غندوز لهذيك الكريمه اولا هاد الصلصه اللي درت بكريمه الزبده اولا بزبده اللوتيس عفوا وبالنوتيلا اولا الشوكولاط ديال النوتيلا. صراحه كتجي بنينه بزاف. اين فوا كتدخلوها للثلاجه اولا غير كتبقى في المطبخ يعني شويه كتنشف، ما كتبقاش سايحه اولا كتلصق اولا كتوسخ ليكم الا قصتوها بتاتا كتنشف مزيان. ولكن ملي كتجيو تقطعوها اولا كتاكلوها كتلقاوها كريميه، كتلقاوها زوينه يعني ماشي كتقساح كتولي قاصحه اولا كارمه اولا بحال الشوكولاط الا سيحنا في حمام مريم. لا بتاتا كتجي زوينه ممتازه الصراحه، وجات بنينه بزاف هاد الكريمه هذه. غير صراحه جربت شويه ديال الشوكولاته بوحدو ما عجبنيش، حتى المذاق ديالو كان فيه الكميه ديال الكاكاو كثيره ما عجبنيش. وقلت علاش لا ما نديرش النوتيلا بما انني دخلتها لداخل.
واشنو غنزيد على النوتيلا باش تسيح وتعطيني دوك الدميعات، لان النوتيلا ماشي مستاهل تسيح ليكم وتخدموا بها كيف ما بغيتو. فشفت هذيك زبده اللوتيس كانت حدايا وقلت علاش لا ما نخدمش بهاد الزوج ديال المكونات. فكانت فكره رائعه وكانت نتيجه ممتازه الصراحه. كيف ما شفتوا انا قصتها من بعد ما دخلتها للثلاجه غير شويه وجمعت الدنيا حدايا، فكتقيسيها ناشفه تماما ما كتبقاش سايحه الكريمه بتاتا. هذيك الصلصه اللي درنا. وهنايا كنديروا وريضات بهذيك الكريمه اللي بقات ليا. الوريضات ديروا ليكم الاختيار، دائما كنديروا بالاتجاه المعاكس باش هكا الا ما بقاتش ليكم الكريمه كتكتفيوا بربعه ديال الوريضات اولا. دائما كنديروا بهذه الطريقه. وهنا عندي هذا البسكوي اولا هذا البيمو هذا كيف ما كتشوفوا معايا ديال بواينو، لان كان طلب ديال البنيه هكايا تكون بهذا البسكوي هذا ديال بواينو، فلبيت الطلب. لكم الاختيار، ممكن تفاداو الزبده ديال اللوتيس وديروا شوكولاته عاديه بشويه ديال الحليب، ولا ديروا واحد الكاناج من الفوق هو اللي تسيحوا. ممكن انكم ديروا كذلك النوتيلا، تقدروا تستغناو عليها وتخدموا بالباقي كامل بالنسبه للناس اللي ما يتوفروش على هذه المكونات كما غتشوفوا معايا. وهنايا كذلك كندير واحد العقيقات من هذا العقيق هذا فوق هذوك الوريضات ديال الكريمه وصافي. وعندي شويه ديال البريو، عندي شويه كذلك ديال الورق ديال الذهب كيف ما كتشوفوا معايا غنزينوا به، وكيعطي واحد المنظر رائع. وكنكملوا هذه الحلوه ديالنا صراحه جات في المنظر ديالها رائعه وبسيطه يعني وسهله في التحضير ديالها، ما فيهاش مراحل اللي هي كثيره. طريقه جد مبسطه. وهذا هو اللي كنطمح ليه دائما، انني كل حاجه نوجدوها في البيت ديالنا ونقصوا من بزاف ديال المكونات وفي نفس الوقت نقصوا من بزاف ديال المراحل. فالطريقه اللي هي جد سهله كيف ما شفتوا معايا، مكونات كذلك سهلين وبساطين، بالخصوص الا بغيتوش ديروا النوتيلا والزبده ديال اللوتيس. واخا الزبده ديال اللوتيس بالنسبه للناس في المغرب شويه دايره الثمن، مي هنايا راه كاين البديل ديال هاد زبده اللوتيس اللي كتكون في الليدل، فصراحه الثمن ديالها جد مناسب. هنا تزينت بشويه ديال الورق ديال الذهب بهذا الشكل هذا. في الاخير درت واحد الحبه ديال الفريرو في الوسط، فجاتنا الحلوه ديالنا رائعه صراحه زوينه بزاف. فبقات واحد ليله كامله ونص ديال النهار مونطيه في الثلاجه، فتشربات مزيان هذيك الجينواز. كذلك الغد عاد فينيتها وعطيتها السيده في العشيه يعني معطله، فانا فينيتها هكا في الصباح وعطيتها للسيده في العشيه تقرب الليل هكا تفات المغرب تقريبا بواحد شويه عاد جات خداتها صافي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للثمن غنخليه لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي ما كتقوليش الثمن لبنى في لا فيديو، راه كل مره كيتبدل الثمن، كل مره كيزيدوا في الاسعار، كل مره ما كنقدرش نقول واحد الثمن اللي بقى محسوب هكا في لا فيديو وكيبقى مدوخ الناس. من الاحسن حتى باش انكم تجيو لا فيديو تبقاو تقلبوا على الثمن امتى قلتوا امتى هذه. احسن حاجه هو انني كنخليه في صندوق الوصف. امتى كتدخلوا بالنسبه للبنات اللي حافظيني ومتبعيني من البدايه، فوا كيدخلوا كيدوزوا كيسكرينيو الثمن في صندوق الوصف، وهكا كتكون تقريبا اسهل واحسن. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى نلقاكم فيديو قادم بحول الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.